يا مساء الحلويات، ايه الجمال ده؟ شوية كحك على ابوه بتاع امي الله يرحمها. اول حاجة نجيب طاسة ونحمر فيهم شوية سمسم ونحطهم على جنب. هنجيب نص كوباية مية دافية، عليها معلقتين خميرة، عليها معلقة سكر، ونحطهم على جنب. بعد كده عندنا مكسرات، وده الجديد. هنفرم المكسرات زي الدقيق عشان يطعم الدقيق بتاع الكحك بتاعنا. هنقسمها ل3، كل نص هياخد حاجة. ادي فرمنا عين الجمل، وادي الفستق، وادي اللوز، وادي الكاجو. الخميرة رفعت، يلا بينا نجيب حاجة نبس فيها. أهم حاجة نبس كويس. نص كيلو دقيق، عليه شوية ريحة الكحك، عليه شوية ملح، وده الجديد حبهان، حبهان يساوي، مع شوية السمسم. ونقلب كل المواد الجافة مع معلقة بيكنج باودر. وبعد كده ننزل عليهم ب 250 جرام سمنة. النص كيلو عليه 250 جرام سمنة، وهيطلع معاكم كويس وناعم. بعد كده نبس كويس، اهم حاجة مرحلة البس يا جماعة. بعد كده تكون الخميرة بتاعتنا رفعت، ناخدها بميتها عشان نلم العجينة بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين كده لمت. نبتدي بقى نقسمها ل3 تنصاص، كل نص هياخد نوع من انواع المكسرات. ادي عين الجمل ونبسها كويس، وادي الفستق حوالي 20 جرام ونبس كويس، وادي اخر نص معلقه لوز على معلقه كاجو ونبس كويس. وهي ده الجديد، وديك الحلاوه والعظمه اللي احنا بنعملها. بعد كده نبتدي نجهز الحشو بتاعنا: فستق، عجوه، عين جمل، ولو في ملبن ماشي. ادي الكحكايه الجميله، اي حاجه عندك في المطبخ طبقها عليها. وعشان الكحك يفضل كده وكويس وما يسحش وهو بيخمر، تحطيه في حته ولا دافيه قوي ولا بارده قوي. شايفين؟ ادي الحلاوه وادي الجمال. نجهز الصاجات بتاعتنا. وبعد ما نجهز الصاجات بتاعتنا نبتدي نخبز الكحك اول ما يخمر. انا كنت الراعي الرسمي ايام المدرسه للكحك، والله يا جماعه 3 سنوات وانا في ثانوي فندقي اولى وثانيه وثالثه، من عشاق الكحك. ندخل الكحك على درجه حراره 200 لغايه ما ياخد لون كويس وجميل. واللون ما تقلقيش منه، كل ما ياخد لون كل ما يشبطش معاكي في سقف البق. ايوه اللون الجميل ده، تاكلي حته كحكايه يا جماله. ايه الخطاره دي؟ شايفين؟ تعالوا معايا كده، شايفين؟ يا ما شاء الله، شايفين دايب ازاي ومفتح ازاي؟ وادي شويه السكر الجمال. ودوق يا صاوي، ودوق يا صاوي، وريهم. شايفين؟ هو ده الكحك. اي حد بيعمل كحك، بس اهم حاجه التميز في الكحك.